مشكلتي ان انا لما باجي اقف كتير الوجع بيزيد في ظهري، وبفضل نفسي اقعد بدور على اقرب كرسي اقعد عليه، عشان انا طول ما انا واقف عندي ضغط على الفقرات ورا هنا في ظهري، وبيبدأ يسمع في رجلي ويعمل لي اعراض عصب النسا. او ممكن يكون وجع في ظهري الحزام يا دكتور اللي تحت ده، يبقى واقف مش قادر، بحس ان وسطي، يقول لك انا وسطي محشوش، وسطي موجوع جدا من دايما الحته دي. لان دايما المشكله في ايه هنا؟ المشكله في بطنك. انت you are not built for this. انت ربنا ما خلقكش يبقى عندك البطن الكبيره دي كلها اللي سحبه فقراتك لقدام وضغطالك على الفقرات من ورا كده اهو. او الناس اللي عندها ضعف في عضلات البطن هنا، او الستات اللي عامله السيزيريان او الفتح القيصري بيبقى عندها هنا ضعف في العضلات، لان ايه؟ العضلات هنا اتقطعت. اما اتقطعت هنا فضلت عشان تلقم العضلات دي اكتر من 3 شهور، ولا عارفه تكح ولا عارفه تخش الحمام ولا تحزق، بسبب ايه؟ ضعف عضلات البطن والكرش اللي طالع قدام ده. والرجاله عندهم نفس المشكله دي، ما يقدرش يقف فترات طويله. ليه بقى؟ لان انت عندك هنا حاجه اسمها فاسيت جوينت، المفصل الجانبي للفقرات. شايف دول بيقربوا من بعض. بص هوريك. لو انت واقف هنا وبطنك كبيره لقدام، فبيحصل ان الفقرتين هنا، العظمتين دول بيضغطوا على بعض. عشان كده اما بتيجي تقعد، قعدت ماشي، رحت ضامم رجليك على بطنك شويه، او ممكن تروح نايم على ظهرك وتروح ضامم ركبك على بطنك شويه، او انت واقف ساعات تروح موطي وتسمع صوت تكه كده، صوت التكه ده اتفصلوا عن بعض هنا. فاهم قصدي؟ اما العظمتين دول اتفصلوا عن بعض هنا، انت بدات تحس براحه شويه. وبعدين تيجي تقف فتره كبيره، يفضل دول يضغطوا على بعض يضغطوا على بعض يضغطوا على بعض، فيبدا يحصل الالتهاب في المفصل الجانبي ده. خلاص. طيب انا هنا عندي ما عنديش ديسكات، ما عنديش ديسك هنا ضاغط على الاعصاب بتاعه الايه؟ الرجلين. لكن انزل هنا انزل هنا، شوف في الصوره دي ماشي. تعالى هنا بقى اهو، الديسك هنا بدأ يبرز. ولو انا بطني بارزه لقدام اكتر، العظمتين دول هيقربوا من بعض اكتر، يفعصوا الديسك ده اكتر، يدوس على العصب الاصفر ده اكتر، يسمع في رجلي اكتر. فما تقولش لا والله ده انا عندي بس ده انا زدت 3 كيلو. ال 3 كيلو دول بيترجموا على الغضروف بضغط 15 كيلو. كل كيلو بتزيده في بطنك بيسمع على الغضروف ب5. فانا ده هم 3 كيلو اللي زدتهم يسمعوا 15. 15 ايه؟ ده ماده جيلاتينيه، ده كله ميه، ده غضروف مليان ميه خفيف خالص. فما تقولش انا زدت 3 كيلو، لا، جرب خس واقطع النشويات وشوف بجد فرق ظهرك هيبقى عامل ازاي، واشرب ميه كتير بجد هتروح في حته تانية. هذا والله اعلم.